أبراج مكتوب لها المجد، الفقر وراهم والملايين قدامهم. توقعات ليلى عبد اللطيف 2026 تحسم المفاجآت المالية في مايو 2026. اعرف برجك من بينهم. تعالوا مع بعض نشوف ليلى عبد اللطيف وقالت ايه عن الأبراج أصحاب الملايين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وأحباء محبة ومتابعي عالم الفلك والأبراج والأرقام، تحية طيبة مني لكم. اول برج معانا من الابراج اللي اتكلمت عنهم ليلى عبد اللطيف هو برج الثور. برج الثور اتكلمت ليلى عبد اللطيف وقالت عنده من الديون الى الصفقات الرابحه. وفقا لتوقعات ليلى عبد اللطيف، فان برج الثور سيكون على موعد مع تغير مالي جذري. بعد شهور من الضيق والديون ستظهر مؤشرات لعقد شراكه او مشروع غير متوقع يعيد الصفقه والربح الى هذا البرج الترابي. عارفين ان الثور برج ترابي. لن يكن النجاح مفروشا بالورود. اكيد طبعا بيلاقوا قدامه بعض اللي احنا بنقول عليها ايه، بعض الصعقات، بعض الحاجات اللي بيلاقوها في طريقه يعني. لكن العمل الذكي واتخاذ قرارات جريئة في النصف الثاني من مايو قد يغير شكل الحسابات البنكية تماما. تاني برج معانا اتكلمت عنه ليلى عبد اللطيف وهو برج الجوزاء. الجوزاء عنده فرصة مالية وتغير المسار المهني. مواليد برج الجوزاء سيجدون أنفسهم في موقع مفاجئ، ربما من خلال اتصال أو مقابلة أو عرض استثنائي يأتي في وقت حساس. ليلى عبد اللطيف توقعت لهم أيضا أن يكون مايو هو الشهر الانفراجات المالية للجوزاء، خاصة للباحثين عن استقلال مهني أو عمل حر، مما قد يدر دخلا كبيرا بشكل غير تقليدي عليك يا برج الجوزاء. تالت برج معانا هو برج العقرب. عنده إرادة أو مكاسب مفاجأة يعيد التوازن. تشير توقعات ليلى عبد اللطيف إلى أن برج العقرب قد يحصل على أموال من مصادر غير اعتيادية، سواء عبر ميراث أو قضية قانونية تحسم لصالحه، أو حتى عودة أموال كانت مفقودة. العقرب من الأبراج التي صبرت كثيرا في الشهور الماضية، ويبدو أن مايو 2026 سيحمل له العوض المنتظر. رابع برج معانا والأخير هو برج الحوت. الحوت عنده مكافآت مالية غير متوقعة أو دعم قوي. الحوت من أكثر الأبراج التي تصدرت حديثا ليلى عبد اللطيف، حيث توقعت له انفراجة مدهشة على الصعيد المالي، سواء من خلال ترقية في العمل أو دعم مالي من جهة قوية، أو حتى الفوز بجائزة أو مسابقة. فإن الشهر الحالي سيكون نقطة انطلاق جديدة يحول. هي دي كل الأبراج اللي اتكلمت عنهم ليلى عبد اللطيف. أتمنى لكم النجاح والتوفيق. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.